بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي وشكري للإخوة في مركز دراسات الشرق الأوسط والأستاذ العزيز الدكتور أحمد والأخ الكريم المقدم، وتحية وسلام للحضور الكريم. في الحقيقة الحديث عن العراق وواقع العراق يعني الجميع ويهم الجميع، خاصة في تركيا البلد الشقيق والبلد المعني في المنطقة ودولة محورية كبيرة. الوضع في العراق بطبيعة الحال بعد سقوط النظام دخل العراق في وضع خاص من السيستم والنظام الحكم برلماني وتعددي وأحزاب وانتخابات وأمور، يعني ممارسات ديمقراطية مع ما يلابسها ويصاحبها من الإشكالات والملاحظات. فالوضع وصل إلى اليوم أجريت انتخابات في 2021 شهر 10، وانتخابات كانت إلى درجة كبيرة مرضية عند الكثير، لأنها أقرب إلى النزاهة مع وجود ملاحظات على التفاصيل. بعض من القوى السياسية لم يرضوا بالنتيجة وكان عندهم ملاحظات، وبالأخير قبل الجميع قبل بالنتيجة. بدأ خطوة أخرى في كيفية تغيير نظام تشكيل الحكومة، وقبل ذلك مسألة الرئاسات. هناك عرف في العراق، هناك مكونات ثلاثة: الكل والسنة، يقصدون السنة العرب، والشيعة. هذه المكونات. فلا دستورا وإنما عرفا صار كل الرئاسة أحيلت على إحدى تلك المكونات. رئاسة الجمهورية للكل خصص له، رئاسة البرلمان إلى السنة، ورئاسة الوزراء إلى المكون الشيعي. هذا العرف كان سائدا منذ 2003. بدأ هذه النتائج الانتخابية الأخيرة، بدأوا في تشكيل صيغة أخرى أو عرف آخر، إحداث عرف آخر وهو أغلبية. فشكلوا محوراً خاصاً سموها التحالف الثلاثي، وبالأحرى سموها إنقاذ الوطن. إنقاذ الوطن مشكل من التيار الصدري والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة. فهذا التحالف الثلاثي، هذا المحور، طبعا مقاعدهم أكثر، فبهذا الاعتبار فكروا في أن يرتبوا الأمر بحيث الرئاسات تخصص من قبلهم. المحور الآخر وهو يسمى محور الإطار التنسيقي، وهو عبارة عن الأحزاب الأخرى عموما، الشيعية وبهم سنة وبهم أكراد أيضا. فالمحور الآخر مقاعده أقل، طبعا محور الإطار التنسيقي مقاعده أقل، ولكن بطبيعة الحال يمكنهم أن يعطلوا، وهم يسمون الثلث المعطل، وأنفسهم يسمون أنفسهم الثلث الضامن. هو تسمية سياسية. بالنتيجة فبدأوا بعملية ترشيح المرشحين لرئاسة البرلمان بداية، تأسست رئاسة البرلمان على تلك الطريقة، وانتخب رئيس البرلمان ونائبيه.
بدأ الخطوة التالية كانت انتخاب رئاسة الجمهورية، تعطل في هذا. لماذا؟ لأنه النصاب الذي يحتاج إلى ثلثين من 329 ثلثين، عدد الأكثرية هؤلاء يعني تحالف الثلاثي، العدد لم يكتفي لأن يأتوا بالثلثين. الثلث المعطل جماعة الإطار وغيرهم، فعطلوا عملية النصاب. فمن تلك الفترة منذ 7 أشهر تقريبا العملية متعطلة بهذه الصورة. Sayın Başkanım, izninizle ben notlara bir soru sormak istiyorum. Şimdi biraz önce siz de söylediğiniz gibi Irak'ta yeni bir durum var. Bugüne kadar ki Irak'taki bütün hükümetler ulusal birlik hükümeti olarak kuruldu. Yani Irak'ta parlamentoya girmeye hak kazanan bütün gruplar aynı zamanda da hükümet içerisinde yer aldı. Ama 2021 seçimleriyle beraber Muqtada Sadr'ın da bu işi öncelemesiyle Irak'ta bir çoğunluk hükümetinden bahsediliyor. Size göre çoğunluk hükümeti kurmak mümkün mü? Yoksa ulusal birlik hükümetine mi gidilecek? Ve bunun artıları ve eksilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? لكلا الطريقتين سلبية وإيجابية. أما إذا نأتي على العراق واليوم في العراق، في تصوري أنه الطريقة القديمة وهو حكومة ائتلافية وتوافقية أقرب إلى الواقع، لأنها يعني تشترك جميع القوى وينتهون بصورة من الصور. أما أن تأتي بأكثرية ولا تأتي بالمقدار الكافي للنصاب، فإذا العملية متعطلة. في النظام الديمقراطي الأكثرية وارد، أما في هذه المنطقة خاصة في العراق مسألة المكونات موجودة، مسألة العرف الذي أشرت إليه، عرف المكونات ومناصب السيادية للمكونات. فإذا ما يمكن أن تعطي كل ما عندك لأكثرية وهم في مكوناتهم ليسوا أكثرية. يعني التيار الصدري ليس أكثرية الشيعة، الحزب الديمقراطي ليس أكثرية الكرد، تحالف السيادة ليس أكثرية السنة. بالنتيجة يعني عملية غير واقعية. بالنتيجة تعطلت العملية، والأحسن العودة إلى الطريقة الأخرى، وهي حكومة ائتلافية توافقية شراكة وطنية، وهذا هو أقرب إلى الصواب في الواقع الفعلي في العراق. هذا رأيي طبعا. جميع المكونات موزعة في العراقية، هم كانوا يشاركون، يعني كما رئيس البرلمان من السنة، والرئيس الجمهورية من الشيعة، والرئيس الجمهورية من الأكراد، ومن حزب جلال الطلباني كان. وبسبب ودائما في رئاسة الجمهورية دائما كان بيدي حزب الطلباني، لكن هذين الحزبين الكرديين حزب الطلباني والبرزاني لم يتفقوا على رئاسة الجمهورية كما تعلمون، وهم رشحوا مرشحين مختلفين. في هذه النقطة هل ممكن أن يرشحوا مرشح واحد بين الأكراد؟ هل يعني هناك حل لإزالة المشكلة بين الأكراد؟ لأننا نعرف أن هناك هذا يؤدي إلى مشاكل أخرى بين المكونات الأخرى. كيف يعني يتأثر هذه الاختلاف بين هذه التوازن؟ في 2018 بدأت المسألة من المكون الكردي. حزب الديمقراطي فكر أن يكون رئاسة الجمهورية لهم، ورشحوا أحد الإخوة الأخ دكتور فؤاد، ولكن حزب الاتحاد الوطني
رأى أن هذا هو حصتهم بالأصل، وأيضا رشحوا مرشحا وهو الدكتور برهم. فبالنتيجة بتنافس صار وعملية التصويت في البرلمان نجح أو فاز دكتور برهم. هذه المرة أرادوا نفس الموضوع الطريقة، أنه حزب الديمقراطي رشح بعض الإخوة والاتحاد الوطني رفض هذا وقال هذا الذي لا يجوز لأن هذا حصتنا. طبعا كما قلنا رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، أما بين المكون الكردي متوزع، المناصب كلها متوزعة بين الأحزاب. فالحزبين الرئيسيين من الأول كان رئاسة الجمهورية لمرحوم جلال الطالباني، وبعده إلى الدكتور فؤاد معصوم، وبعده الدكتور برهم، وهكذا. فتغيير هذا الشيء كان مبادرة من الحزب الديمقراطي، وكان ينبغي أن يكون بتفاهم مع الاتحاد الوطني، ولم يحصل التفاهم. فلذلك الخلاف حصل خلاف بين المكون الكردي نفسه. إذن هناك اتفقنا مع آخرين واختلفنا فيما بيننا أكراد، والمكون السني نفس الشيء اتفق مع آخرين واختلف فيما بينه، والمكون الشيعي نفس الشيء. فلذلك الخطأ واضح في تغيير العملية من غير أن تكون هناك أرضية مناسبة لنجاحها. تعلمون في منطقة كردستان كأن هناك حزبين وحيدين فقط. مثلا نحن ندرس الموضوع العراقي فنرى أن هناك حزبين مختلفين، الحزب البرزاني وحزب الطلباني، الاتحاد الوطني أو الديمقراطي. ولكن لما دخلنا في العمق في سياسة الكردية في منطقة العراق نرى أن هناك أحزاب مختلفة، وهناك شعبية لهذه الأحزاب أيضا المختلفة. يعني إذا كان هناك خلاف بين هذين الحزبين، هل يمكن لحزب آخر مثل حزبكم، هل هناك ترشيح من أي حزب آخر بين الأكراد؟ لأن يظهر أن قائدة يعني الأكراد دائما كانوا متوسطين في النزاعات، وأيضا حزبكم. نعم، الحزبين الرئيسيين يسمون الرئيسيين لأنهم أكثر عددا وأكثر حجما، وكل منهم له نفوذ، منطقة نفوذ، وله حضور عسكري عنده بيشمركة، وله علاقات سياسية خارجية، وبيده المال أيضا. إذن الرئاسة متحققة لهم بهذه الصورة. الأحزاب الأخرى أقل شأنا، أقل عددا وحجما، والانتخابات طبعا يصاحبها بعض الإشكالات الفنية والتزوير وغيرها، فانتهت إلى أن تبقى العملية بهذه الصورة. من 1992 أول انتخابات برلمانية كانوا 50-50 تقريبا، أو 49-51. الآن نسبتهم أقل طبعا. الأحزاب الأخرى حصلت على نسبة، والاستياء العام للناس الذين لا يأتون إلى الانتخابات ومستائين من الحكم من الحاكمين أيضا عدد ليس قليل. إذن الحزبين لا زالوا رئيسيين باعتبار أنهم أكثر عددا. ومسألة المنافسة على مثل منصب رئاسي كرئاسة الجمهورية لا أعتقد لها معنى، لأنها هي فيما بينهم لا يتفقون، فكيف يتفقون على ثالث؟ فلا نريد هذا
لنا ولا لآخر، وإنما نريد ونعمل بجدية أن يتفاهم فيما بينه ويرشح مرشحا واحدا لكي يتم الموضوع بانسيابية. أما أنه يتنافسون فالمنظر غير جميل غير لائق، لأن الموضوع لا يليق، وطبعا له تبعاته في داخل الإقليم أيضا. لما هناك نختلف في بغداد فينعكس سلبا على الساحة في الإقليم، وهذا لا نريده. فلذلك حرصنا أن يتفاهما هم، وليس حرصنا على أن نكون بديلا لهم في هذه الأمور المناصب وغيرها. نتحدث عن هذا الموضوع، لكن من جهة أخرى هناك اختلاف آخر يتأثر على السياسة العراقية. كما تعلمون هناك بنية فيدرالية في العراق منذ 2003، وهناك منطقة الكردستان، وأيضا هناك حكومة مركزية في بغداد. لكن هناك اختلاف كل سنة، يعني تقريبا كل سنة يتخالفون في موضوع الميزانية وتخصيص الميزانية وتصريفها وإخراج البترول وإصدارها إلى خارج البلد مثلا. كما تعلمون الرئيس برزاني زار بغداد لإزالة هذه المشاكل. نعرف أن هذه اللقاءات في السنوات الأخيرة وصلوا إلى توافق بين بغداد وأربيل، ولكن نرى أنه لم ينجح حتى الآن بشكل سليم. قبل قدومكم إلى تركيا ذهبتم إلى بغداد وكان لكم بعض اللقاءات. ما هي طبعا الإدارة الكردية أو إدارة الإقليم كانت موجودة قبل سقوط النظام على النظام الفيدرالي نظريا. فلما سقط النظام وتأسس أو أنشئ وكتب دستور دائم، كان الكرد جزءا من سن الدستور، وكان عندنا مشاركة 5 أكراد في المجلس الحكم الذي كان يقود أو يرأس العراق. وهذا المجلس شكل لجنة دستورية، وفي 2005 جرى استفتاء عام على الدستور وصار دستور دائم. ففي الدستور الدائم أقر الفيدرالية للعراق وأقر إدارة الإقليم الكردي. أما قبل هذا كان هناك بعض النشاطات الإدارية والاقتصادية، فكان يحتاج إلى بعض الترتيب مع المركز، مع بغداد. مع الأسف خلال الفترة من 2005 فما بعد صار مد وجزر وصعود نزول في العلاقات. فترة كانت الميزانية تأتي بصورة 17% للمنطقة الكردية أو لإقليم كردستان. فترة أخرى قطعوه، فترة أخرى صار حرب داعش ومشاكل مختلفة. وطبعا خلال الفترة قام إدارة الإقليم ببعض الأمور، منها مسألة النفط وعقد عقود نفطية وشراء وبيع وأمور هكذا. فالأصل أن تكون الأمور كلها وفق الدستور، لأن الدستور يقر مسألة كيفية التعامل مع النفط. النفط ثروة بشرية عراقية، تمام، ثروة طبيعية عراقية. أما أنه هناك مستخرج وهناك غير مستخرج تفاصيل في مواد الدستور، ولكن مع الأسف لم يتم الوصول إلى حل في هذا. فلذلك وفود كانت تذهب إلى بغداد وترجع بدون حل. التقصير من الجانبين في الحقيقة، من الجانبين، لأنه الاحتكام إلى الدستور كان يكفي. في بغداد لم يقر عمليا فيدرالية العراق لحد الآن،
واحد يقول الحكومة المركزية، آخر يقول هذا خاص بالإقليم، وملاحظات كثيرة على أداء الإقليم، وهذا فيه الصحة ولكن ذريعة أكثر من أن يكون حقيقة. فالأصل أن نقول بأن الاحتكام إلى الدستور هو الأصل لحل أي مشكلة عراقية، فهذا الذي يجب أن يكون. أما إشارة إلى زيارتنا الأخيرة إلى بغداد، طبعا بين فترة أخرى عندنا زيارات، ولكن هذه الزيارة كانت زيارة خاصة لما حصل من الانسداد السياسي والتعطيل العملية، والتقينا بمجاميع منها قادة الأحزاب السياسية، ومنها بعض السفارات المعنية بالشأن العراقي، وبعضها بعض المؤسسات الرسمية مثل رئاسة الجمهورية، فخامة الرئيس ورئيس محكمة الاتحادية ورئيس القضاء الأعلى ووزراء، بعض الوزراء، وهكذا، لكي نحصل على فكرتهم عن الحل، ونعطي لهم ما نراه من طريقة الحل، وإسماعهم بصوت آخر غير الديمقراطي والاتحاد الوطني، صوت آخر. وطبعا أنا شخصيا لي علاقات قديمة في أيام المعارضة وأيام مجلس الحكم مع القادة والقادة السياسيين، فقلنا هذا من واجب المرحلة أن نزورهم، وقد زرناهم وكانت بها فائدة في تخفيف وتهدئة الأوضاع. يعني ما هي الحل؟ من الانسداد والتعطيل، هو من هذا نبدأ. لما حصل الانسداد اضطروا وأجبروا على أن يفكروا في غير هذا، فالآن يبدو هناك بعض اللقاءات وبعض المحاولات لتقريب وجهات النظر بين محورين من جانب، وفي كل مكون من جانب آخر. يعني في المكون الشيعي هناك محاولات لتقريب ترتيب البيت الشيعي، وفي المكون السني أيضا هناك محاولات لتقريب الأطراف السنية، وفي الكرد أيضا هناك محاولات جدية في تهدئة الأوضاع والتفاهم على مرشح معين، أو يتفقوا على الأقل على مرشحين وبعملية تنافس أو بأي صورة أخرى بتفاهم. هذه الآن الصورة وصلت إلى هذا. لحل هذه المشكلة في نفس الوقت، وأيضا هناك من جهة أخرى في إقليم الكردستان هناك انتخابات البرلمانية في المنطقة، وهذا النقطة أيضا فيها غموض. يعني يتوقع أن تكون في نفس في شهر سبتمبر، في أيلول، لكن هذا علامات السؤال ما زالت قائمة في هذا السؤال. يعني حسب رأيكم ماذا تفكرون في هذه الانتخابات؟ لأن هناك بعض من جهة هناك اختلافات في الحكومة، وكذلك في المتعلقة نسب الأقليات، هناك كثير من الاختلافات. أنا أود أن أسمع منك رأيك في هل يمكن إقامة الانتخابات في وقتها بالتحديد، وكيف تكون موقفكم في هذه الانتخابات؟ أشكركم جزيل الشكر. مبدئيا استحقاق توقيت الانتخابات، هناك استحقاق شهر العاشر هذه السنة 2022. أما المعوقات هي أنه الخلافات الموجودة بين الحزبين الحاكمين في كردستان، فكلما حدث خلاف في بغداد ينعكس على الإقليم أيضا، فلذلك الخلاف موجود بين الحزبين. ومن جانب آخر مسائل مختلف فيها في مسألة النظام البرلماني
نظام الانتخابات في البرلمانية هي مسائل متعلقة بتعدد الدوائر. هناك من يريد دائرة واحدة كما كانت سابقا، وهناك من يريد دوائر متعددة كما حصل في الانتخابات 2018. وهناك أيضا خلاف آخر على مسألة تعديلات في قانون الانتخابات. هناك من يريد يبقى القانون كما هو، هناك من يقول بأنه من الأحزاب المشاركة في البرلمان الكردستاني من يقول أن تكون هناك تعديلات مطلوبة، مثلا السجل الناخب يحتاج إلى مراجعات وإلى تجديد. مثلا مسألة الأقليات أشرت إليها، هناك رأيان، رأي يقول كما كان، رأي آخر يقول أن تكون هذه الأقليات عددهم الكوتا الموجود 11 مقعد، لا إشكال في أن يبقى هذا الرقم 11 مقعد، ولكن الإشكال في أنه ليس لهم سجل انتخابي خاص بهم، وإنما آخرون يعطون الصوت لهم، وهذا بطبيعة الحال نوع من التزوير، لأنه الشخص كردي يعطي الصوت للتركماني، وهذا لا معنى له. ما دام هذا ممثل التركمان فالأصل أن يعطى له صوت تركماني حتى إذا العدد ليس كافيا وهكذا، لأنه هو كوتا يعني العدد ليس شرطا، وكذلك الآشوريين والأرمن. فالإشكال في هذه المسائل الآن تجري بعض اللقاءات وحصلت اجتماعات في هذا، ويريدون الوصول إلى صيغة متفاهمة بين الأطراف حتى يقرروا مسألة موعد الانتخابات ومسألة التعديلات المطلوبة. صعب جدا لإجراء الانتخابات في وقتها. أنه الشهر العاشر لم يبقى منهم إلا أشهر، 4 أشهر، هذا لا يكفي، على الأقل يتأخر شهرين أو أكثر. لن يقام إجراء الانتخابات، لكن هناك تحضيرات من الأحزاب للانتخابات كما تعلمون. في الانتخابات السابقة مثل حزبكم قمتم نحن كأحزاب إسلاميين الكرديين يجمعون مع بعض في الانتخابات. هل هناك أي احتمال التحالف بين الأحزاب الإسلامية الكردية في هذه الانتخابات؟ هل هناك مثل هذه الاحتمالية؟ هل هناك لقاءات بين هذه الأحزاب؟ وماذا موقف تفكرون أن تدخلوا مثل هذه التحالف بين الأحزاب الإسلامية الكردية، أو تفضلون أن تقوم مع الأحزاب الأخرى مثل حزب الديمقراطي أو حزب التحالف الوطني وآخر؟ طبعا أجريت انتخابات كثيرة في كردستان وفي العراق، وجربنا كل الصيغ، جربنا مع الحزبين، جربنا مع أحزاب علمانية وإسلامية، وجربنا مع الإسلاميين، وجربنا مع غير الإسلاميين، مع مستقلين. فهذا خاضع لمصلحة الحزب في ماذا يكون. المسألة ليست أيديولوجية، وإنما هي مصلحة الانتخابات والنجاح هذا. في انتخابات الماضية 2018 صار لنا انتكاسة، يعني تراجع. كان عندنا 10 مقاعد صاروا 5، فهذا كان من الضروري مراجعة أسباب هذا الإخفاق. فبعد الدراسة وصلنا إلى نتيجة أنه لابد أن نغير بعض الأمور، فغيرناها في انتخابات برلمان العراقي. صار نجاح، كنا
مقعدين صار 4 في 2021. ونطمع أن نغير أو نرتب أمرنا بصورة أخرى حتى نعود إلى درجة أحسن استحقاق لنا. أما أن نكون مع من، هذا الآن سابق لأوانه. مبدئيا ما عندنا مشكلة مع أي طرف، نتفق عدا الحزبين الحاكمين. البقية هناك أحزاب أخرى إسلامية وغير إسلامية معارضة يمكن، أو مع مستقلين، شخصيات مستقلة فكرية معرفية يمكن. هذا لحد الآن لم نقرر. أنا أفكر في السياسة العراقية والكردية، وأيضا أود أن أسمع كما تعلمون أنتم هنا في تركيا منذ فترة وقمتم باللقاءات مع الجهات مختلفة، ونحن نرى أنكم أحد محبي تركيا في العراق. كيف ترى السياسة التركية تجاه العراق، وما هي النتيجة، هل هناك تغيرات في وجهات النظر التركية تجاه العراق؟ هل شعرتم مثل هذه التغيرات، أو ماذا؟ أرجو أن تخبر لنا رأيكم في السياسة التركية تجاه العراق. مبدئيا دولة تركيا دولة محورية كبيرة في المنطقة، ولها ثقلها وقيمتها السياسية والجغرافية والتاريخية، خاصة التاريخ أنه كل المنطقة كانت تابعة لإسطنبول في آستانا، وهذا تاريخ لا يمكن إنكاره. كبار الشخصيات العلمية الكردية، شعراء وعلماء، كانوا في اسطنبول يدرسون أو يقيمون. فهذا تاريخ مشترك. والآن بطبيعة أن باعتبارها دولة جارة ومصالح مشتركة موجودة بين تركيا والإقليم وبين تركيا والعراق عموما، نحن جادين في أن تكون المواقف إيجابية كما مطلوب لتركيا ومطلوب للعراق أيضا. لا ينكر أنه موقف الدولة التركية في بداية سقوط النظام كان موقف متميز عن الآخرين، لم يشترك في مسألة الاحتلال وهكذا، كان موقف متميز له أهميته. أما مع الزمن خلال قريب من 20 سنة قد تكون هناك مصالح تستدعي تغيير هذه السياسة. مع كل هذا، مع كل التفاصيل قد تكون بعضها مرضية عندي أو غير مرضية، ولكن تبقى دولة تركيا دولة مهمة، ويجب أن تفكر وتعني بالوضع العراقي، بمصير العراق، بسياسة العراق، بنظام العراق، بما فيها الإقليم طبعا. المشكلات الموجودة الآن على الحدود، مثلا مسألة الحرب والقتال والقصف، أمور غيرها هي غير مرضية وقد تكون اضطرارية، لأن جوابهم يقولون نحن لا نرغب في هذا، ولكن هناك ما يستدعي أن نقوم بهذا. في كل الأحوال نحن حريصين على شيء واحد، أن تبقى دولة تركيا دولة كبيرة جارة مهمة، وتهتم بمصالحها كما نريد أن تكون تهتم بمصالحنا أيضا في الإقليم وفي العراق. فمشاركة تركيا في مشاكل، في حل مشاكل العراق ضروري بالصورة الإيجابية. وبعض الأمور قد تكون متعلقة
مسألة النفط، مسألة الاقتصاد، مسألة حدودية قد تكون متعلقة بالشأن التركي، فمن الواجب أن تنظر تركيا بدقة في المسألة وبتفصيل أكثر. والتقينا ببعض المسؤولين وشرحنا لهم دقة التعامل مع الساحة العراقية وضرورة الاهتمام الإيجابي، لأن الظرف تغير بعد 20 سنة. أنت لم تشترك في الاحتلال، سلمنا، وهذا يعني رأيك. أما الآن في العراق اليوم وأنت مشترك في قضايا الأمة كلها، والعراق جزء مهم من المنطقة ودولة مهمة في المنطقة، إذا تعاني ببعض المشاكل سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، فذات اهتمام لتركيا، وقد رأينا هذا الاهتمام. أشكركم جزيل الشكر لهذه التصريحات الحميمة. وأنا سألت جميع الأسئلة التي عندي. أشكركم جزيل الشكر لهذا الحوار القيم. إن كان هناك أي أسئلة من المستمعين ليفضلوا، لكن أرجو من فضلكم الأسئلة قصيرة، وأعرفوا أنفسكم حتى نسجل هذه الآراء. فليتفضلوا. لنبدأ من الأخ مهمت. أهلا وسهلا، اسمي مهمت من أورسام. لدي سؤالين. الحزب الكمل غير اسمه في السنة الماضية. يظهر أن الاتجاهات العلمانية تتقوى يوما بعد يوم في منطقة كردستان. لهذا التحويل يعني تم تعليقها بهذا الاتجاه، ولكن النتائج كان لم يكن ناجحة له بالنسبة لهم. كان مقعدين وأصبح مقعد واحد. وأما بالنسبة للحركات الإسلامية في المنطقة كردستان، كيف ترى؟ يعني هل هناك تقوية الاتجاه العلماني أو إسلامي؟ كيف ترى في هذا الاتجاه؟ في ما هي مشاكل الحركات الإسلامية الكردية؟ ثانيا، فضلتم عن الاختلاف بين الأحزاب الكردية. ماذا تقصد بالانعكاس السلبية على المنطقة؟ ماذا كنت تقصد بهذه الانعكاسات السلبية؟ كيف تفضلين لنأخذ كل الأسئلة ونجيب في مرة واحدة، أو لنأخذ مرة؟ شكرا أخي. طبعا العلمانية بمفهومه العام في العالم موجودة، أما علمانية عداء للدين في كردستان غير موجود بهذه الصورة. كل لليلاه يغني طبيعي. أما نحن في كردستان العراق لنا حرية عمل جدي، ولنا حرية نشاط، وإسلاميون إلى العظم لا نخفيه. وإسلاميتنا زادنا قدرة وقيمة عند الآخرين، ما عندنا مشكلة. نختلف معهم في الأمور السياسية، في الأداء السياسي. نحن نختلف مع بارتي ويكتي بالذات لأنهم في الحكم على أدائهم، ننتقدهم ونعارضهم في أدائهم الحكومي. ولذلك الموضوع ما أراه إشكالا كبيرا. الحركات التعددية الإسلامية أو التعددية السياسية شيء طبيعي في المجتمعات. نحن حركة أو جمع أو حزب إسلامي، والإخوة في الجماعة الإسلامية صاروا جماعة العدل أيضا إسلاميين، وهناك جماعة أخرى اسمها الحركة الإسلامية أيضا، يعني موجودين أيضا، وكلنا يعمل على ساحته ولا إشكال بيننا،
وهناك تعاون مشترك أيضا. السلبية تنعكس على الإقليم قصدي. في بغداد إذا يختلف بارتي يكيتي يختلفان فينعكس على كردستان أيضا. طبيعة العلاقة هكذا كما رأينا في مسألة قانون الانتخابات ومسائل الانتخابات. تعطل البرلمان الكردستاني 3 أشهر تقريبا على اختلافهم في بغداد. هذا هو الذي قصدت. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ صلاح الدين. هذا ثالث لقاء بحضرتك، يعني لقاء بغداد واثنين هنا في أنقرة. تمام. تمام. أنا واثق السعدون، مدير الدراسات العربية في أورسان. السيد صلاح الدين، حزبكم عنده الآن 4 مقاعد في البرلمان العراقي. كما تعلم حضرتك أنه الفرق الآن بين يعني حتى لتحالف إنقاذ الوطن حتى يحقق ثلثين عدد الأعضاء الكامل، يعني بحدود 20 إلى 24 مقعد يعني يحتاج. هنالك كلام عن أنه بعض المستقلين، ربما بعض المستقلين ينسحبون من الإطار التنسيقي ويلتحقون بتحالف إنقاذ وطن. حزبكم يعني تشعر حضرتك أقرب للإطار التنسيقي أم إلى تحالف إنقاذ الوطن؟ سواء أقرب سياسيا أو أقرب حتى في الأطروحات، يعني هل حزبكم أقرب إلى أطروحة التوافق التقليدية أم لأطروحة الأغلبية الوطنية السياسية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يخص المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية. ربما إذا تحالف إنقاذ وطن حقق الثلثين بالتحاق بعض المستقلين، ربما يمرر أو يرشح، يعني يمضي في ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية. هل يعني هنالك هل ما عندكم مانع للتصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ وشكرا جزيلا. وينافسه آخرون طبعا. ينافسه آخر، ولكن لمن ستصوتون؟ يعني 4 أصوات. يعني عملية سرية، هذا اقتراع سري. حضرتك لا يعني كرأي سياسي. تمام. يعني تعرف حضرتك انه الفرق مقعد يحدث فرق يعني. تمام. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. يكشف ما يكشف. هو أشكره. بالفعل الفرق ليس كبيرا. نعم صحيح. وهناك مستقلون وهناك بعض الناس الذين لا يرضون عن هذه العملية أصلا في مسألة الأغلبية ومسألة التوافق. هو شعاران، محور يريد الأغلبية أكثرية ومحور آخر يريد التوافق والشراكة. فلا نخفي أننا نحن مع التوافق، ووقفنا إخواننا في مجلس النواب وقف مع التوافق، أي يعني لم يشتركوا في الجلسة ليقللوا من النصاب، وهذا حقنا يعني. لا ليس مع الإطار. مع هذه العملية نراها خطأ. الأكثرية ليس وقت العراق، ليس وقت الأكثرية والأغلبية. وقت التوافق لا زال. يمكن يوم آخر أو مرحلة أخرى تأتي وتكون الوعي والأمور تصل إلى هذا، أما الآن لا. المرشح طبعا إذا لم يتفقوا بارتي ويكيتي، لم يتفقا على شخص واحد، إذن كل يرشح مرشحه، يعني ينزل بمرشحه، والناس أحرار يعطون الصوت لمن أو لا يعطون لأي منهم، ونحن من الأحرار. محمد قدو الأفندي، الكاتب في ترك بريس. أنا استغربت أستاذ، ذكرت الأقلية، عندما ذكرت الأقلية ذكرت التركمان. التركمان متى كانوا أقلية؟ التركمان هم المكون الثالث بالعراق. يعني أنت جماعتهم مع الأرمن والشبك اللي ما يتعدون مئات الألوف أو 50,000 أو 60,000، هم تقريبا يتجاوز عددهم 3 ملايين. هذا فقط سؤال استنكاري.
استنكار. تمام، شكرا لك. بالمناسبة أنا تكلمت بلغة الأخ قال أقلية، وإلا نحن هناك عندنا نفينا ورفضنا كلمة أقلية لأنه خطأ، نوع من التنقيص يفهم منه، لذلك لا نستعمل كلمة أقلية. صحيح. أما أنهم عددهم كم، إذا يكون واحد ما يحتاج إلى أن ننقصه أو نذكره فكيف بآلاف؟ الأصل هو أنه تركمان مكون أصيل في العراق كما الآشوريين كما الآخرون. شكرا على التصحيح. استخدموا لفظ الأقلية، ولذلك أنا قلت كلمة الأقلية. طبعا لا نقبل كأرسام التركمان كأقلية، وجميع تقاريرنا موجودة في هذه الأمور، لكن كعبارة تقنية أنا قلت أقلية. نعم، أنتم على حق. من جهة العرق، أحد الأعراق الأساسية في العراق، وجهة نظرنا. Sayın Bahattin, hoş geldiniz. أهلا وسهلا بكم. أولا سؤالي متعلقة كما تعلمون جميع رؤساء الجمهورية كانوا من حزب الاتحاد الوطني، لكن الآن حزب الديمقراطي يضغط على هذه العملية ويريد أن يرشح نفس مرشح من حزبه. وأيضا أنتم تتابعون الأمور الكردية في تركيا، ماذا تفكر في حل المشكلة الكردية في تركيا؟ أنا اسمي أيوب دمير من Voice of America. نعم، العرف جاء هكذا، موزعين المناصب فيما بينهم، رئاسة الإقليم للبارتي، رئاسة الجمهورية لليشتي، هكذا وزعوه في سابق. أما الآن بعد وفاة إمام جلال وتطورات أخرى، يمكن من الطبيعي يفكر الحزب الديمقراطي في هذه الحصة وفي هذا المنصب. أما بإرغام وإجبار لا يمكن إلا بالتفاهم. فهذا الذي نقوله، نحن لسنا مع الشخص المحدد، مع الفكرة أصلا من المبدأ. نقول لا يمكن رئاسة الجمهورية للمكون الكردي كما هذا عرف، فعرفنا أيضا أنه للمكون بين المكون للاتحاد الوطني، لحد الآن كان هكذا. فإذا تريدون تغيير هذا العرف فيمكن بالتفاهم، أما بالقوة أو بالإجبار بصورة من الصور خطأ، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يأتي بنتيجة. حل المشكلة الكردية أصلا من زمان، من التسعينات أنا كاتب في الجرائد التركية، ولحد الآن قلتها وأقولها بصراحة: الحل العسكري، وإن كان صاحب القرار يقول اضطرارا وإجبارا أنا مجبور أقوم بالحل العسكري، ولكن أنا أقول الحل العسكري لا يأتي بالحل النهائي. الحل السياسي هو الأصح، فإذا اقتضى الأمر إلى الحل العسكري يجب أن يكون موقوتا مؤقتا، وللوصول إلى الحل السياسي، لأن مسألة القوميات والحقوق وهذه الأمور أمور إنسانية لا يمكن بالإجبار ولا يمكن بالعسكر. أما التفاصيل يمكن أن ننتقد أداء فلان سواء أينما كانوا، هذا واضح أن العاملين يخطئون وننتقدهم، والناس أيضا ينتقدوننا أيضا كنعمة. العامل ينتقد.
أشرح لكم هنا نقطة كما السيد الأستاذ قال الحل العسكري. كما تعلمون الحل العسكري تركيا لا يعتمد على حل عسكري، بل يكافح ضد الإرهاب. مكافحة الإرهاب هو تقوم من قبل تركيا والعمليات في إقليم الكردستان من أجل مكافحة الإرهاب وليس الاعتماد على الحل العسكري. كما تعلمون هناك تطورات ديمقراطية في تركيا وضمنها لا يوجد الحل العسكري، لكن بل تركيا تحاول أن تقيم استقرار الداخلي في على أراضيها. لو الحكومة العراقية أو الحكومة السورية تستطيع أن تسيطر على الإرهاب فلا حاجة إلى عمليات التركية الخارجية كما جرى. يعني بسبب الإجبار كما فضل الأستاذ تركيا تقوم بهذه العمليات. طبعا هناك تكاليف كبيرة لهذه العمليات اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا كما ترون أن هذه العمليات تؤثر على علاقتنا على العلاقات بيننا وبين العراق. هذه العمليات نتمنى أن ننهي كل هذه الأمور السلبية. هذه النقطة مهمة. الأتراك والأكراد والعرب يعيشون مع بعض أكثر من 1000 سنة، ونحن هنا هناك احتلال الأجنبي في العراق، والحزب العمال الكردستاني كانوا أداة بعض القوى العالمية، لكن هذا لا تؤثر على أخوتنا بين الأتراك والأكراد. بشكل عام الأتراك والأكراد إخوة على هذه الأراضي منذ أكثر من 1000 سنة. وأنا ذهبت إلى العراق ورأيت أن الأكراد في العراق يعيشون في نفس الظروف، في ظروف الأكراد في تركيا، وكلنا نحتاج إلى قضاء حاجاتنا وتحسين ظروفنا في كلا البلدين، ولذلك علينا أن نتعامل على هذه النقطة بوجهة النظر، بهذه وجهة النظر. لكن نرى أن هناك قوى أجنبية وخارجية يدافعون أو يحاولون أن يخربوا على العلاقات بين الشعوب في المنطقة، وعلينا أن نرى المشروع أكبر من هذا، خاصة بعد الأحداث في البلدان العربية. ونرى أن هناك مشروع أمريكي تحاول أن تمزيق الأراضي في المنطقة، وأيضا تحارب ضد تركيا بشكل مخفي في الحقيقة. سلم شمال سوريا لباكاكا أو حزب العمال الكردستاني. وأيضا يعني نرى أن هناك تطورات متتالية، نفهم من هذه التطورات في العراق وسوريا وتركيا. نرى أن هناك بعض المشروع خصوصي من قبل القوى الكبيرة، وعلينا أن نرى هذا اللعبة الكبيرة في المنطقة. كلنا لدينا مشاكل، كلنا لدينا ظروف صعبة، لكن الأكراد في تركيا ظروفهم في رأيي يسألون أحيانا يسألون كيف تحلون مشكلة الأكراد في تركيا. أنا أقول لهم دائما كيف أنتم تحلون المشاكل في العراق مثلا؟ نفس الشيء، يعني لدينا مشاكل ولدينا كلنا نبذل الجهد لحل مشاكلنا، لكن هناك كما تعلمون موضوع مكافحة الإرهاب، وكما تعلمون بناء على دستور العراقي
تنص على هذه النقطة. وأيضا في اتفاقية أنقرة تنص أيضا مكافحة الإرهاب بين البلدين أو تسليم الإرهابيين أو الأشخاص الآخرين. كما تعلمون محاربي حزب العمال الكردستاني معظمها مواطني تركيا، ولذلك يعني المسؤولية على عاتق تركيا، وهو تركيا تحاول أن تحارب لهذه الظاهرة الإرهابية. أشكرك جزيل الشكر أستاذي. هناك سؤال آخر. أنا أؤيد الأستاذ أحمد. الأمور متعقدة متداخلة ولا يمكن قراءتها بالسطحية. جذور القضايا جذور متعمقة، ونحن كإسلاميين كمسلم ليس عندي حل إلا حل إسلامي، هو الأخوة والسلام وإعطاء الحقوق لذي الحقوق وهكذا. أما هناك مؤامرات وألاعيب ومن أقصى الدنيا يأتون ويبيعون أنفسهم أو يعرضون أنفسهم أوصياء علينا وعلى شعوبنا ويدعون أنهم هم يحرروننا، هذا نكذبهم ولا نصدقهم. اسمي أيجن. أود أن أسأل في مجال آخر. في الأخبار نرى أن هناك حركة الهجرة في منطقة حزب الاتحاد الوطني، والناس والشباب خاصة يهاجرون إلى خارج البلاد، إلى أوروبا أو إلى معظمها إلى أوروبا، معظما بعضهم إلى غرب أوروبا وبعضها إلى غرب شمال أوروبا يهاجرون. كيف ترى أسباب هجرة الشباب من كردستان العراقي إلى أوروبا؟ لماذا لا نستطيع أن نمنع هذه الهجرة؟ نعم، الهجرة موجودة في كردستان العراق وفي العراق عموما. الهجرة موجودة، والسبب واضح أنه استياء الشباب من البطالة ومن تدهور الحالة المعيشية ومن أمور مختلفة، ومن بعض الانحرافات التي حصلت بالإعجاب بالغرب والفرار من العرف المحلي وأمور أسباب متعددة، وبالنتيجة الناس الشباب لا يتحملون ويهاجرون. طبعا ظاهرة خطيرة ونخسر شبابنا، ومع هذا نحن هناك نعمل في جوانب مختلفة في تهدئة الوضع وتوعية الشباب في أن يخدموا وطنهم ويتحملوا متاعب شعبهم ووطنهم أحسن من أن يهاجروا. ولكن الظروف والتكنولوجيا والتواصل والاتصالات جعل الناس لا يتحملون، مع الأسف خاصة الشباب لا يتحملون ويذهبون ويلاقون طبعا مصاعب وحتى غرق وقضايا أخرى مؤسفة مع الأسف. العراق مع أنها دولة غنية ولها ثروة النفط وغيرها، والدولة يعني يمكن أن يكون العيش فيها برخاء ورفاء، ولكن سوء الإدارة والجهل بوضع خطط للتنمية وتطوير الأمور ومواكبة العصر أدى إلى هذه النتيجة. الشباب يفرون من وطنهم مع الأسف. صلاة لبكاك صلاح يا
زينب هورمي بعربيا Arabi طالبة ماستر جامعة غازي يونيفرسيتي. أستاذ عندي سؤال واحد. بعد الانتخابات التي حصلت بها السياسية والتغييرات السياسية، هل برأيك أنه راح تأثر على الانتخابات التي سوف تحصل بإقليم كردستان، أو سوف نرى وجوه أخرى في الحكومة حكومة إقليم كردستان، وإن الشعب بإقليم كردستان سوف يكون له دور كبير بهذا التغيير؟ وشكرا. شكرا. نعم، كل إجراء سياسي يؤثر على ما بعده. فالانتخابات التي حصلت في 2021 كانت انتخابات نوعية، لأن فيها إلكترونيات وفيها التزوير كان أقل، حتى النظام الانتخابي كان يختلف. فلذلك ترى من يحصل على مقعد في حين أن أصواته قليلة، ويحصل على مقاعد كثيرة. التيار الصدري ليس أكثر من 800 وهكذا أصوات، في حين أن الإطار التنسيقي حصلوا على 2,500,000 تقريبا، فعددهم هؤلاء 76 وهؤلاء أقل ما أدري. بالنتيجة هذا التنوع في النتائج أدى إلى أن يفكر الناس في أن يواكبوا المسألة ويكيفوا أنفسهم مع النظام الجديد. فالأمل أن يكون في كردستان أيضا، في إقليم كردستان أيضا، يكون بإدارة UN، وهذا على أساس يتفق عليه، وجرى لقاءات مع السيدة جنين في هذا، أن UN يشرف على الانتخابات وتكون بنفس الطريقة التي جرت في انتخابات مجلس النواب. فإذا تكون هكذا النتائج تكون أحسن، إذا تكون دوائر متعددة أحسن من الدائرة الواحدة كما كانت سابقا. فأملنا أن يكون هكذا. أهلا وسهلا بكم. يا أهلا. نعم، لدي سؤالين. السؤال الأول، هل لديكم مرشح إذا كانت الظروف يعني خاصة، هل يكون لديكم مرشح للرئاسة الجمهورية العراقية؟ هذا هو السؤال الأول. نعم، الاتحاد الإسلامي، الاتحاد الوطني الإسلامي. نعم. السؤال الثاني، هل هناك قرار إقليمي حول تسليم البترول الكردستاني أم لا؟ أم كل القرارات يعني قرارات حزبية؟ هل هناك قرار إقليمي أم لا؟ إقليمي تقصد إقليم كردستان؟ نعم، كردستان. نعم. أم قرارات حزبية فقط، الحزب الاتحادي أو نقول البارتي إلى آخره؟ سليمان ياسين فقط مراقب سياسي. يا أهلا. ليس عندنا مرشح لرئاسة الجمهورية. مختصر مفيد. الثاني أنه قرارات النفط وقضايا النفط مع الأسف ليست شفافة في كردستان، فلذلك ترى أنه كثير من الناس المواطنين يرغبون أن تعود مسائل النفط إلى بغداد، لأن بغداد أكثر شفافية، وهذا مؤسف طبعا، وهذا نقد على أداء الحكومة في الإقليم، ولكن الواقع هكذا. فإذا قرارات ليست حزبية وإنما شخصية مع الأسف. وهذا لا يعني أن كل ما يقوله بغداد في هذا الموضوع صحيح، بس الأصل أنه تتم هذه الأمور بمفاوضات وباحتكام إلى الدستور دائما. هذا هو الأصل. آسف أتعبناك. اسمي أرجان. أنا باحث في أورسام منذ سنتين. البكاكا تهاجم على البشمركة في العراق، خاصة في السنتين الأخيرتين. كيف تعلق هذه الهجمات ضد البشمركة من قبل بكاكا وحزب العمال الكردستاني؟
وأيضا السؤال الثاني، هناك اتفاقية السنجار بين الإقليم وبغداد، لكن كيف تقيم هذه الاتفاقية؟ أشكركم جزيل الشكر. سنجار على بيشمركة من بككا أو بالعكس، أنا ليس عندي معلومات حقيقة، كلها من الأخبار، والأخبار منحازة دائما، كل حزب بطريقته يقول. أما أنا أبدأ من المبدأ، مبدأ الاقتتال في الساحة الكردستانية في كردستان في المنطقة. الاقتتال هو بالأصل غير مطلوب وغير صحيح. أما من يقاتل من ومن يقتل من هذا تفصيل، التفصيل لا أدخله. اتفاقية السنجار نعم، هناك اتفاقية بين حكومة الإقليم وبين بغداد، لحد الآن لم تطبق بالكامل، هناك مشاكل في طريق تطبيقها، ولكن الاتفاقية موجودة، ويقال بأن هذه الاتفاقية تحل بعض المشاكل في تلك المنطقة خاصة. مرحبا أستاذ صلاح. إيناس حسين، مهندسة طبية وناشطة مدنية. أستاذ صلاح، أنا بس عندي سؤال واحد. حضرتك تحدثت عن أهمية الاحتفاظ بعلاقات متوازنة بين العراق وتركيا. لماذا لا نشهد بيان أو موقف واضح وحازم ضد الميليشيات الموالية لإيران مع تكرار الهجمات الإرهابية على الدول أو الحليفة مع العراق؟ هل بسبب إمكانية أن تكون هناك ردة فعل سياسية مثلا من إطار التنسيق الداعم لهذه الأحزاب الميليشيات؟ الميليشيات الإيرانية العراقية الموالية لإيران. إيرانية عراقية موالية، يعني هذا ما نسميها ميليشيات، هي منظمات مؤسسات الآن رسمية. الحشد الشعبي رسمي، أما يخطأ أو يتجاوز الحد هذا موضوع آخر. كما البيشمركة رسمي، ولكن قد يخطأ قد يتجاوز، فلنفرق بين مبدأ الموضوع وبين أداء الموضوع. الإشكال هنا أنه سوء التفاهم بين الإقليم وبين بغداد أدى إلى مثل هذا الإشكال. الفراغ الذي حصل أعطى المجال لهذه الأمور. أما أنه ميليشيات ونسميها ميليشيات وموالية لإيران، وهذا تفصيل مو دقيق، وإنما مسألة موالاة، مسألة علاقة، مسألة نوع من علاقة، هذا موجود في كل الدنيا. أما أن تكون تأتمر بمن؟ تأتمر بقادة عراقيين. الحشد الشعبي هو قيادته عراقية، فلذلك الحل هو أن نكون في تفاهم وفي تعايش بين الأطراف، وليس الحل في أن نكون يعني نتربص بأخطاء البعض. هجوم الميليشيات، هجوم الحركات أو المجاميع المسلحة كلها محكومة طبعا، مدانة. أي هجوم على أي مدينة أو جهة معينة وتخريب أجواء السلام والتعايش خطأ يقوم به مخطئ. أما التفصيل هذا الحكومة تحدد، ودائما تصدر بيانات وهكذا، ولكن لا تفيد مع الأسف، لأن الأجواء أجواء سوء تفاهم. الأصل أن نكون كعراق نعيش معا، وكأكراد نحدد حقوقنا وواجباتنا، نؤدي واجباتنا ونطالب بحقوقنا، هذا هو الأصل. والعراق هكذا وغيرنا أيضا هكذا. السلام عليكم. سلام. أنا عادل زين العابدين، باحث في أورسام.
أحب فقط أعرف هل حزبكم لديه استراتيجية أو سياسة خاصة باتجاه المناطق ما يسمى بالمتنازع عليها؟ شكرا جزيلا. شكرا. المناطق المتنازع عليها منصوص عليها في الدستور الدائم ومرقم بمادة 140. أما لحد الآن لم يتم أي إجراء في هذه المنطقة. هذا خطأ الإدارة، خطأ الحكومة في الطرفين. لا حكومة الإقليم لم تعطيها أولوية، وحكومة الاتحادية أيضا لم تعطيها أولوية، وأدت إلى هذه النتيجة. وما دام كلمة متنازع عليها إذن ما عائدة لأحد، لأي طرفين لحد الآن ما محسومة. فالمفروض أن تكون هناك لجان، وهناك طبعا خطوات، التطبيع والاستفتاء، والشيء الثالث إعادة، يعني 3 خطوات. المهم لم يتم هذا، والأصل دستوريا يجب أن يتم هذا. هذه مسألة حقوق، وما فيها إلا أن نقول أنه خطأ تأخيره. باسمي باسم أورسام أشكره جزيل الشكر. أهلا وسهلا، كان شرف لنا استضافته وتصريحته الحميمة وقيمة جدا، ونشكر له لصبره أيضا لهذه المدة الطويلة. نتشرف بلقائه، ونشكر أيضا المشاركين والمسؤولين في هذه الندوة. أيضا نشكر للمكتب الحركة الإسلامية حزب الإسلامي في أنقرة لتعاونهم. أشكركم جزيل الشكر.